اخواتي انا ممكن افهم الراجل ده مطلوب منه يعمل ايه تاني عشان يبقى موجود. هتقول لي اشمعنى يعني، هو ايه اللي حصل؟ ممكن افهم هيعمل ايه تاني كرويا عشان الناس تبتدي تقدر اللي بيعمله. يا ابني طب واحده واحده، ايه اللي حصل؟ الشهر اللي فات طلعت وقلت انا مش مشجع لليفربول، ولكن انا شايف ان في واحد منافس قوي جدا لمحمد صلاح على لاعب الشهر رغم تألق محمد صلاح الشهر كله، وهو اللاعب ايزاك. وفعلا زي ما توقعت ايزاك كسب، لان هو باقل حاجه بتتعمل اي لاعب غير صلاح بيقدر يكسب لاعب الشهر. والشهر ده برضه في لاعب تاني تألق وبرضه باقل حاجه وباقل مجهود يقدر يكسب لاعب الشهر النهارده في الدوري الانجليزي، كلويف. طب وده انا مش هقول لك عمل الشهر ده ولا الشهر اللي فات، بس لو فكرت كده مع نفسك اي ماتش كرويا لمحمد صلاح الشهر ده والشهر اللي فات، مش هقول لك ان هو لازم يكون مسجل او بيصنع، لان هو بيعمل الاثنين. محمد صلاح 21 هدف و13 صناعه. اللي انت شايفه ورايا ده مش صوره من وحي الخيال، دي حاجه حقيقيه. محمد صلاح لعب 23 مباراه في البريمير ليج الموسم ده، طالع 18 منهم رجل المباراه، مان اوف ذا ماتش. كل ده وما بياخدش لاعب الشهر. اللاعب اللي ما يستاهلش لاعب الشهر، اللاعب اللي يستاهل بالون دور، 383 مباراه مع ليفربول، 341 مساهمه هدفيه. كلويفرت عامل شهر عالمي فعلا يستاهل عليه لاعب الشهر، زي ما ايزاك كان عامل شهر عالمي الشهر اللي فات ويستاهل برضه عليه لاعب الشهر. بس في واحد في الشهرين مستواه ثابت وبيعلى. خلي لكم بقى لاعب الشهر فايتك جوائز الدوري الانجليزي.